السلام عليكم. شايفين العجة جميلة ازاي؟ تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية كده هنقطع بصلاية ونحطها في صينية ومعاها حبة زيت ونقليها على النار زي ما شفتوا. معانا هنا معلقة من الثوم المدقوق بتاعنا المفروم، وبصلاية مفرومة، وتوابل ملح وفلفل وبهارات، وعندي 5 بيضات وطماطم مقطعة، وعندي كمان بيكنج باودر، وعندي حبة قرفة وشوية دقيق، وهنحتاج كمان شوية من الزيت. هننزل كده بال5 بيضات ونضربهم في البولة بتاعتنا. بس انا عايزة اقول لكم مبدئيا كده ان شغل العجة وشغل البيتزا دايما بتاعي بعمله كده بالبركة زي ما بتيجي يعني، وبتطلع احلى حاجة بصراحة. هننزل بالبهارات والثوم والبصل، وما تنسوش تحضروا شوية خضروات متقطعة، شبت وبقدونس وكزبرة. اغسلوهم كويس وسيبوهم في المصفى لحد لما ينزلوا كل المية بتاعتهم. هننزل بكل المكونات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين قدامي كده: طماطم وبيض وبصل، توم، توابل. وبعديها هننزل بالخضار اللي احنا قطعناه وسيبناه يتصفى في المصفى بتاعتنا. تمام. عايزين تحطوا كمان نص كوباية من الزيت، مفيش اي مشكلة. بعد البصلاية اللي في الصينية اما تبرد شوية هننزل عليها وعلى هننزل بالبصلاية اللي احنا قليناها على كل الخلطة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. دي من اهم التركات اللي بتديها طعم جميل جدا، وبتظبط لك الطعم وبتخليها لذيذ قوي قوي قوي. يبقى احنا كده عندنا بصلتين، واحدة دبلناها بشوية زيت، وواحدة بشرناها وحطيناها مع مكونات العجة. هننزل كده بحوالي كوباية من الدقيق. تمام. وهنبدأ نعمل الخلطة دي كلها على بعضها مع إضافة بيكنج باودر علشان ينفشها، وادي حوالي نص كوباية من الزيت. كل ده هيعزز البيتزا العجة بتاعتنا، وهيخليها روعة جدا 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 في الطعم. بسم الله ما شاء الله. بقول لكم انا بعمل دايما العجة دي بالبركة. مفيش احلى من شغل البركة. هنعمل الخلطة بتاعتنا كده لحد لما تتجانس كلها مع بعضها، وفي نفس الصينية بتاعتنا هنحط الصينية اللي احنا قلينا فيها البصلة، هنحط فيها الخلطة بتاعتنا دي كلها بعد لما تبقى كلها متجانسة مع بعضها. تمام. شايفين اهي مكانها، ولا غسلناها ولا شطفناها ولا بدلناها. مكان البصلة اللي متقلي هنساوي كده المقدار بتاعنا، هنسويه كويس. تمام. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، هنحطها في الفرن. مش هتاخد نص ساعة في الفرن ابدا. هتطلعوها، هتقطعوها كده زي الكيك، وهتاكلوها بالعيش البلدي بالهنا والشفا. احلى عجة. ممكن تاكليها في الغدا، ممكن تاكليها في الفطار، وممكن تاكليها في العشاء، وممكن تعمليها سندوتشات للمدرسة. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وكومنت عشان يوصل لكم كل جديد هقدمه لكم في قناتي، قناة كوكتيل ابتسام صلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.